لحضراتكم بمنصور مفتاح 4 مرات هدافا للدوري من نادي الريان، محمد سالم العنزي مرتين، اندرسون مره، تباتا كان هدافا ايضا للدوري، وجيتس هدافا للدوري من قبل. فرصه مشعل برشم وجها لوجه امام جيتس، فرصه جيتس يتعادل لنادي الريان لو سجل. اما مشعل برشم المتخصص في التصدي لضربات الجزاء، من يتفوق على من؟ جيتس ام مشعل برشم؟ جيتس البرازيلي يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، عملها وكلمته قالها، خلصها بعد ما درسها وفحصها. ويتعادل الرهيب لنادي الريان 1-1 ب10 لاعبين، وبعزيمة الرجال وهمة المحاربين الريان للتعادل. راجعين. ادي البرازيلي جيتس حطها بثقة كبيرة جدا جدا، بعد ما راح مشعل برشم على الشمال هو حطها على اليمين. 1-1 يبقى جوفاني وجيتس من البرازيليين بيحرزوا الهدفين حتى الآن. ينجح نادي الريان في العودة. 1-1 محمد صالح ومورينو والفرقة كلها سعداء، وجماهير الريان سعيدة في استاد جاسم بن حمد ملعب نادي السد اللي بيحتضن أحداث اللقاء. و2 ريانيين فرحانين سعداء ولهم الحق تماما، صغار وكبار، وبيتربوا على حب